كانت كتبارطاجي حياتها وتصورها في السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستغرام. تم تعرف عليها كريس وعجباتو بزاف، وتا هو عجبها وحماقت عليه. شانان دازت من طلاق صعيب، مشاكل مادية في الأول ديال حياتها، ما استسلماتش، وقفات على رجليها وبدات من جديد حتى لقات كريس، وكان هو الأمان اللي كتقلب عليه. وكريس هاد الشي اللي عجبو في شانان، قوية وما كتستسلمش بسهولة، وتا هو كان الراجل المثالي اللي كانت كتقلب عليه. كان ظريف ومهلي في راسو وحنين فيها، واي حاجه بغاتها ولا بغات ديرها ما كيقولش ليها لا. ماما شانان قالت اول مره شفتو مع بنتي كان راسها فوق كتافو وهي ناعسه 4 السوايع وهو ما تحركش، باش ما يفيقهاش، ما مشى للطواليت، ما شرب ما والو. وانا اثر فيا بزاف، قلت لها هاد الراجل مستحيل تلقاي بحالو، تهلاي فيه، الله اللي بغى يعوضك وصفتو ليك. وبقاو مع بعضياتهم 2 عام، عاد تزوجوا وداروا عرس صغير ومشاو سكنوا في كولورادو، حيتاش كريس كان خدام تما. من بعد ما استقروا وشراو دار كبيره اللي كانت كتحلم بها شانان، وولدوا 2 بنيتات بحال الملائكه. بيلا ولدوها في 2013 وسيليست في 2000.